ده ممكن يكون اكتر فيديو مختلف او جديد هتلاقيه على اليوتيوب، بس انا دايما الفكره دي في دماغي وكان نفسي اشتغل عليه من زمان، وحاسس انها تعجبكم ان شاء الله. الموضوع كله بدأ لما اتفرجت اول مره على انيميشن سبايدر مان انتو ذا سبايدر فيرس. All English all the time. وانا حتى كمان فاكر السنه اللي اتفرجت فيها على الفيلم ده كان في سنه 2020 ايام كورونا، رغم الفيلم ده نزل سنه 2018. وبعدها بكام سنه تحديدا في عام 2023 يظهر لاعب شاب في برشلونه تحسه نفس شخصيه سبايدر مان ده مايلز، لا وكمان نفس الشكل ولون البشره وممكن نفس الشخصيه كمان، ووجه الشبه ما وقفش لحد هنا بس، ده حتى كان في وجه تشابه في معظم الاحداث. وين لامين يامال ومايلز شالوا المسؤوليه من بدري قوي وهم كانوا مراهقين، لان العالم كان محتاج لهم فعلا، وده كان بسبب انتهاء عصر سبايدر مان القديم واعطاء المهمه لهذا الشاب الجديد مايلز. وفي الناحيه الثانيه في برشلونه كان النادي بيواجه ازمات ماليه ضخمه ومستوى النادي كان في النازل، ومشجعين برشلونه في كل انحاء العالم كانوا محبطين من الوضع اللي بيحصل في النادي، وده ادى لانتهاء عصر اسطوره برشلونه ميسي. والناس من بعدها كانت شاكه او بتسال هل ممكن يجي اسطوره تاني زي ميسي في برشلونه او حتى ينقذ النادي. وانا اقف شويه في النقطه دي. في الفيلم مايلز كان بيستلم شاره المسؤوليه من سبايدر مان القديم اللي هو بيتر باركر، اللي حس انه زيه هيقدر يشيل المسؤوليه، وبعدها مايلز حياته اتشقلبت. اما في الناحيه الثانيه تحس ان ميسي كان بيغادر عشان يسلم لامين يامال شاره المسؤوليه برضه، واللي بعدها ظهر يامال بمستوى حلو ومفاجئ ونال اشاده الجميع، وساعتها اتفاجئ لامين يامال لانه لقى نفسه في مسؤوليه النادي فيه محتاج له، وساعتها برضه حياه لامين يامال اتشقلبت ولازم عليه يركز اكتر في الدور او المهنه اللي هو فيها مع برشلونه، رغم برضه كان لسه بيدرس وعنده حياته العاديه برضه، لكن ساعتها ولحد دلوقتي طبعا بقى عنده مسؤوليه تجاه نفسه اولا والسيطره عليها بالتطور دايما، واتجاه نادي طبعا برشلونه وزمايله، عشان بعد كده تنطلق رحله مايلز ولامين يامال. مراهقين دخلوا عالم اكبر منهم لكن قدروا يثبتوا انهم مستعدين. Oh, for crying out loud. Calling it quits now, baby, I'm a wreck. You're wreck. Teenagers just the worst. الحكايه دي هتمر بثلاث فصول. الفصل الاول بعنوان محاوله اثبات النفس، الفصل الثاني بعنوان السن الصغير ضد الضغط الكبير، والفصل الثالث والاخير بعنوان الموهبه المختلفه. ومن غير اي مقدمات كتير هروح على طول للفصل الاول. في محاولة إثبات النفس هتلاقي شخص مؤمن بإمكانياتك، ممكن كمان يدعمك ويعتمد عليك في أصعب الظروف، رغم أغلب الناس التانيين ممكن يبقوا متفاجئين من القرار ده. Who are you again? This is Miles, and he's gonna save the multiverse. لكن لما تجيلك الفرصة بيجي هنا دورك في محاولة إثبات نفسك، وأنا هنا بقول محاولة لأن مش بيبقى لازم تنجح من أول مرة أو من أول مواجهة. في المواجهات الكبيرة الثقة مش رفاهية، لازم تكون مؤمن بنفسك، لأن ساعات الناس رغم إنهم شافوا إنك عديت مواقف كتير تثبت إنك قد أي حاجة، بيبقوا في نفس الوقت ممكن يشكوا لحظة في مستواك لأنهم شايفين إنها تبقى مواجهة صعبة عليك. عندك مثلا في يورو 2024 لما قال الحارس الألماني السابق ليمان على لعيبة منتخب أسبانيا إنهم قصار القامة وبيفتكروا الخبرة الكبيرة وإنهم فريق من الأطفال وعندهم لعيبة صغيرة في السن اللي هو زي لامين يامال ومعظم زمايله في الفريق، رغم إنه في أول الكلام أشد المنتخب الأسباني لما قال إنهم حققوا نتائج جيدة في دور المجموعات. وساعتها الكلام مش هيفرق، الرد الوحيد بيكون على الساحه، ومع كل لحظه بتثبت فيها نفسك نظرتهم فيك بتتغير، زي ما لامين يامال رد على تصريحات ليمان في ارض الملعب، ومش هو بس، وطبعا بقيه اللعيبه ردوا عليه بعد ما قال عليهم اطفال او بيفتكروا للخبره الكبيره. يصنع العجب لامين جمال. في الفيلم تيم مايلز ما كانوش واثقين في امكانياته او انه ممكن ينقذهم من المشكله اللي هم فيها، رغم ان عنده امكانيات قويه ومختلفه عنهم. مايلز كان بيتمرن او بيرمي نفسه في خطر التمرين عشان يلاقي قوته العميقه. Like what's up danger? Like what's up danger? Like what's up danger? عشان يقدر يساعد زمايله على حل المشكله او يعدوا من العقبه اللي هم فيها ويواجه الخطر الكبير بنفسه ولوحده، عشان بعد كده ننتقل للفصل الثاني بعنوان السن الصغير ضد الضغط الكبير. لما تيجي المواجهة الكبيرة أو نهاية المواجهة الخوف بيبقى طبيعي، خصوصا لما الناس كلها شايفين إنك صغير على اللحظة دي، لكن في لحظة معينة الخوف ما بقاش اختيار ولازم تاخد قرار المواجهة، ومع أول خطوة الرهبة بتتحول لمسؤولية، ومع أول مسؤولية بتبدأ تثق في نفسك شوية بشوية، ورغم اللي قدامك مش واخد باله من ده وشايفك لسه صغير على إنك تكسبه، وحتى لو هو اللي مازال فارد سيطرته عليك، بس دايما طول ما فيك نفس يبقى المعركة لسه ما انتهتش. ويمكن القوة الحقيقية عمرها ما كانت الموهبة بس، ساعات كتير كل اللي بتعمله بيكون عشان ناس معينة تفتخر بيك، وده اللي بيخليك ساعتها تقوم وتحقق انتصار بطريقة مش متوقعة.
ويمكن تبان انه انهاها بسهوله، بس في الحقيقه هي كانت صعبه خصوصا على الخصم، ووراها طبعا اجتهاد او ثقه بالنفس. وبمناسبه الانهاء اللي اتكلمت عليه ده، وممكن نسميه السهل الممتنع، في الناحيه الثانيه بقى في برشلونه، وتحديدا في المواجهه الاخيره او في نهائي السوبر الاسباني 2025 ما بين البارسا والريال، كان ريال مدريد متقدم في النتيجه بهدف واحد، لكن يجي اللاعب الشاب لامين يامال في الدقيقه 22 يسجل هدف السهل الممتنع قدام الاخطبوط كورتوا. صغير جدا لكنه لا يرتجف، بل يجعل قلبك يفعل ذلك. منذ يومه الأول كان أكبر الصغار. والهدف ده ادى اللي بعد كده فتح نفس شهية برشلونة على التسجيل اكتر، عشان تنتهي المواجهة في الاخر بفوز تقيل للبارسا بنتيجة 5-2. طريقة الانهاء اللي سجلها يامال ده كررها تاني قدام بنفيكا في دور ال16 من دوري الابطال، واللي يبان لنا انه سجلها بسهولة، بس اكيد ده الواضح لينا كمتفرجين، واكيد في الواقع كانت صعبة على الحارس، او حتى ممكن تكون صعبة في دقة التسديد من يامال. وبعد الهدف ده خلى برشلونة يتقدم بعد ما كان متعادل. وفي لحظات كتير الحياة مش بتمنح لك وقت تكون جاهز، فجأة تلاقي نفسك قدام ناس اكبر منك، اقوى منك، وعندهم خبرة اكتر منك بسنين، ومهما حاولت تثبت نفسك قبل كده، المواجهة الكبيرة دايما بتخلي الناس تشك من جديد. وهنا هتكلم على مباراة نصف نهائي يورو 2024 ما بين اسبانيا وفرنسا. قبل الماتش رابيو قال ان لامين يامال هيكون من الصعب عليه التعامل مع نصف نهائي في بطولة كبيرة زي اليورو، رغم ان لامين يامال عدى من ماتشات صعبة جدا قبل ما يجي لدور نصف النهائي ده، لكن طبعا في النهاية لامين يامال رد عليه في الملعب وبهدف عالمي، وبلقطة روعة كمان لما ظهر رابيو معاه في صورة التسديد. جمال 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 يا له من لامين ويا له من جمال، يا له من لامين ويا له من جمال. عشان في النهاية تكسب اسبانيا على المنتخب الفرنسي بنتيجة 2-1. اما في الناحية التانية الموضوع كان عكس شوية، لان عدم الثقة كانت جاية من فريق مايلز، وهو ان الفريق عارفين انه عنده قوة مختلفة ومميزة برضه في نفس الوقت، لكن حسوا انه لسه صغير على المهمة الكبيرة دي اللي هم رايحينها، ورغم انه ممكن ما يكونش جاهز 100% على المواجهة الاخيرة قدام زعيم العصابة اللي انه راح وانتصر عليه، عشان بعد كده تيجي لحظة الفوز وافتخار الناس اللي حواليك بيك، ودي كانت بداية الرحلة لظهور بطل جديد، عشان بعد كده نروح للفصل الثالث والاخير بعنوان الموهبة المختلفة. That was part of the move. دايما بعد نجاح مهمة كبيرة بتبدأ تدريجيا تطور في أدائك أكتر وفي مهاراتك وحتى في شخصيتك، وفي رحلتك الخاصة بتبقى عايز تتبع شخصيتك الخاصة، ما بتحبش حد يقارنك بحد حتى لو كان أسطورة سابقة. وهو إن بعد ما لامين يامال ظهر وتألق وأثبت نفسه سواء مع برشلونة أو مع منتخب أسبانيا، خصوصا كمان إن جه لامين يامال في المركز الثاني في جايزة البالون دور 2025، ده غير طبعا إن سنه ما تعداش ل 18 سنة وهو كان محقق كل الحاجات دي، وده أكيد يعتبر إنجاز كبير. فساعتها ناس كتير بدأوا يقارنوه بميسي، لكن كان رد يامال إنه رفض مقارنته بميسي، وكمان هو وضح بشكل قاطع انه حتى مش عايز يقلده، وده اكيد مش عشان هو بيكره ميسي مثلا، لا اطلاقا، بس هو عايز يسلك في طريقه او مسيرته الخاصه ويحاول يكون نفسه دايما. ولو بتسالني عن رايي الشخصي في الكلام ده، فطبعا انا مع كلامه ورايه ده جدا، ويا ريت كل الناس تبقى كده، وخصوصا عندنا في الدوري المصري، مع احترامي للاعيبه اللي بيسموا نفسهم حاجه ميسي او نيمار او ايا كان ايه هو الاسم، المفروض اللعيبه يصنعوا اسمهم بنفسهم ويحاولوا يصنعوا مسيره قويه وخاصه بيهم. والعالم ساعات مش بيبحثوا عن شخص جديد، بل بيبحثوا عن نسخه تانية زي اللي فاتت، زي لو حد تألق بيشبهوه مثلا بلاعب سابق في الفريق، رغم ان ممكن يكون في اختلاف في المهاره او في الشخصيه، لكن هم الناس ممكن يشبهوه ده بسبب انه بيلعب في نفس المركز وتألق فيه، زي ما حصل مع لامين يامال، وحتى ممكن رافينيا ناس يقارنوه بنيمار، وده بقى عشان هيقول لك نفس المركز وكمان برازيلي زيه وتألق برده مع نفس الفريق. بس انت لو جيت شفت لعب رافينيا هتلاقي ستايل لعبه مختلف عن نيمار، ولا حتى كمان نفس شخصيته. اما في الناحيه الثانيه بقى من الفيلم، تحديدا في الجزء الثاني في عالم النسخ المتعدده للسبايدرز، وكان زعيمهم ميجيل، اتمنى ان انا بنطق الاسم ده صح. المهم ميجيل ده كان عايز يخلي قصه مايلز نفس القصص الموجوده في بيت النسخ من السبايدرز، لكن هنا يرفض مايلز ان قصته تبقى نسخه منهم، عشان بعد كده يقرر مايلز مواجهه الاف النسخ لوحده من السبايدرز الموجودين في عالم نويفا يورك، ويقرر تبقى قصته مش لازم تكون زيهم وتبقى مختلفه عنهم. اللي انا عايز اقوله في الرحله الحقيقيه لازم تاخدها بطريقتك انت، لان اكيد انت عندك قوه مختلفه، مهارات مختلفه، واكيد برضو شخصيه مختلفه، والاختلاف هنا بيبقى ميزه، وده على فكره في حد ذاته بيبقى متعه ليك ولغيرك اللي بيشوفك. واخيرا لو عجبك فكره الفيديو ما تنساش تقول لي رايك، وايه اللي ممكن نطوره فيه بعد كده، وهل نعمل فيديو زي كده تاني اصلا ولا لا. مستني رايك، وما تنساش كمان اللايك والاشتراك، وسلام.